تحليل ال HbA1c أو اللي بيتقال عليه تحليل السكر التراكمي، وده تحليل بيقيس نسبة السكر المرتبطة بكريات الدم الحمراء على مدار فترة طويلة، مش وقت التحليل بس، ولذلك بيتقال عليه تراكمي. تعال أفهمك أكتر. الدم بيكون فيه جلوكوز أو سكر، جزء من الجلوكوز أو السكر ده بيرتبط بالهيموجلوبين اللي بيكون موجود في كريات الدم الحمراء، ومن المعروف إن كريات الدم الحمراء بتعيش حوالي 3 شهور. فلما بنعمل تحليل ال HbA1c بنعرف السكر كان عامل ازاي في الجسم في خلال آخر شهرين لتلات شهور. طيب بنفهم النتيجة ازاي؟ لو ال HbA1c أقل من 5.7% ده يعتبر نورمال طبيعي، أما لو كان بين 5.7 و 6.4% ده يعتبر بري دايابيتس، مراحل ما قبل السكري، بدايات سكر يعني، بمعنى إن لو الشخص ما تعالجش بشكل كويس بيكون معرض بشكل كبير إنه يجيله سكر. أما لو كان ال HbA1c أعلى من أو بيساوي 6.5% ده يعتبر دايابيتس، سكر صريح، ومحتاجين العيان يبدأ علاج سكر في أسرع وقت ممكن. 3 نقاط مهمين عن تحليل ال HbA1c. رقم 1 إن التحليل ده مش محتاج صيام. رقم 2 إن احنا بنستخدم التيوبال موف أو البنفسجي لما نيجي نسحب عينة الدم. رقم 3 إن لو العيان عنده أنيميا حادة أو عنده أي مشاكل تانية في الار بي سيز خلايا الدم الحمراء ده ممكن يأثر على النتائج. وبس كده، لو عجبتك المعلومة ادينا فولو. سلام.